السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ نبدأ روتين كده. هو فيديو صغير، يعني ايه ان احنا هنغسل المواعين وهنعمل غدا. انا كان عندي رز بسمتي من ساعة، كنت عاملة ايه، كنت عاملة الفراخ المشوية واتبقى شوية بصراحة، شلتهم في التلاجة والنهاردة طلعتهم، يعني قلت اعملهم. مني قاعدة انا وادم بس لوحدينا يعني النهاردة. كنت هاعمل بيتزا بس قالوا لي لأ لمّا نبقى كلنا موجودين، فقُلت خلاص. كان عندي كبدة فراخ في الفريزر وطلّعتها. عملتها جنب يعني شوية بتاع ده، الرز يعني البسمتي، كان طعمها حلو بصراحة. نبتدي كده في غسيل المواعين. شُفتوا حبايبي الطبق اللي هو الخشب ده، اللي هو على شكل القطة ده. أنا كنت جايباه ومش عارفة هو باظ، يعني ما انصحش إن في حد يجيبه، ما مش حلو بصراحة، ما عجبنيش. مع إني والله أنا كنت جايباه، مش فاكرة يا ب35 يا ب45، مش عارفة بقى هو في أغلى من كده أو في ماتيريال أعلى من كده، مش عارفة، بس ده لأ، كنت جايبة كذا واحد منه بصراحة، كلهم ما عجبونيش، يعني مش حلوين، يعني ما انصحش إن في حد يجيبهم يعني. بس ده بس حبيت يعني أقول لكم عليها، يعني إن اللي أنا جبتهم بصراحة مش عاجبني. الصواني دي أنا امبارح كنت في الوكالة، عارفين الوكالة؟ أول مرة أروحها، رُحتها امبارح هي كانت حلوة بصراحة، بس ما عرفتش أجيب حاجات منها، يعني ما جبتش غير صينيتين صغيرين، وجبت هيكولين كده لآدم وفوطتين مطبخ بس. هنا نبتدي نعمل الأكل. هنا كنت اللي كان عندي كبد فراخ في الفريزر، كنت شايلاها نضيفة، يعني منضفاها ومفيهاش أي حاجة. هنا بس جبت طاسة فيها شوية زيت، عليها شوية معلقة زبدة كده كبيرة، كنت عاطية للكبدة سلقة بسيطة كده، وحطيتها أشوحها بس كده مع الزبدة والزيت، وحطيت عليها نقطة قرفة وجنزبيل، ومعلقة صويا صوص صغيرة ودبس رمان. حطيت برضو عليها ملح وفلفل اسمر، وشوحتها مع بعض كده كويس. بعد كده في الاخر، يعني اخر تقليبه، احط الليمونه. كان طعمها حلو، قلت خساره يعني بدل ما اعمل اكل. كان عندي رز بسمتي متفضل من يوم ما كنت عامله الفراخ المشويه، خساره يعني، ما بحبش بصراحه ارمي اكل، حرام. فطلعت الكبد النهارده وعملتها جنب الرز يعني، وكان طعمها حلو قوي. الصوص اللي كان فيها كان طعمه مخلي الكبدة، كان طعمها حلو قوي. جربوها وانتوا ان شاء الله تعجبكم، انتوا اكيد بتعملوا احلى من كده. اهي عملتها كده، قطعت معاها فلفل الوان، وطلعت جنبها شوية مخلل. تنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم. يا رب الفيديو يعجبكم.